السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في يوم من الأيام ملك. الملك ده كان بيحلم بحلم بيتكرر معاه كل يوم، وكان بيقومه من أحلاها نومة. جمع الملك الوزير ومفسرين الأحلام علشان يقول لهم على الحلم اللي مش بيخليه يعرف ينام. ولما سألوه عن الحلم قال لهم إنه بيشوف في منامه فلاح فقير بيخلف طفل. الطفل ده فيما بعد هيتجوز بنته. المفسرين قالوا له إن ده قدر ربنا، وإن بنتك مش هيتجوزها غير ابن الفلاح البسيط ده مقدر ومكتوب. الملك اتضايق جدا من اللي سمعه، وقال لوزيره إنه هيدور على ابن الفلاح ده وهيموته، لأن مش معقول بنت ملك يتجوزها ابن فلاح فقير. فتخاف الملك هو ووزيره وطلعوا من القصر من غير ما حد يعرف، وفضلوا يدوروا على الطفل لحد ما تعبوا. فالملك قال لوزيره تعالى نستريح عند الفلاح ده. الفلاح رحب بيهم وضيفهم، وطبعا ما كانش يعرف انه الملك وهو قاعد لاحظ ان الفلاح ده عنده اطفال كتير، ولكن شاف الطفل الرضيع اللي كان بيشوفه في الحلم. وهنا جت للملك فكرة عبقرية بالنسبة ليه. قال للفلاح انا ربنا ما انعمش عليا بالاولاد، وكنت بدور على طفل اتبناه وارعاه. الفلاح قعد يفكر ازاي ممكن يتخلى عن ضناه، لكن شوية وقال لنفسه ان ابنه لما يربيه حد غني ابنه هيتعلم احسن علام ويتربى احسن تربية، وهيكون ليه مكانة كويسة في المجتمع، وكمان هيقدر يساعد اخواته لما يكبر. وبالفعل الراجل الفلاح خلى الملك ياخد ابنه الرضيع، واول لما وصل الملك للنهر مسك الطفل وقال له ابقى وريني هتتجوز بنت ازاي، وامر وزيره انه يرمي الطفل في النهر. والوزير نفذ اوامر الملك ورمى الطفل في النهر. رجع الملك وهو مبسوط بانه قدر يمنع قدر ربنا، ولكن لما رجع قصره جه ينام شاف نفس الحلم، فقام مفزوع وجمع الوزير والمفسرين اللي عنده تاني. قال لهم انه لسه بيشوف نفس الحلم. المفسرين اكدوا له ان ابن الفلاح البسيط ده هو اللي هيكون نسيبك. فغضب الملك جدا، وتعدي السنين ويخرج الملك بالموكب بتاعه ويعدي على سوق، وفي السوق بيلاحظ الوزير شاب فيه نفس المواصفات اللي كانت موجودة في الطفل اللي رموه في النهر من سنين. راح قايل الوزير للملك على الشاب ده، وقال له انه شاكك انه يكون هو نفس الطفل اللي احنا رميناه من سنين في النهر. الملك لما بص للشاب ده اتأكد ان هو الشاب اللي ربنا هيجمعه ببنته. فسأل الشاب وقال له هو المحل ده بتاعك؟ قال له لا ده بتاع والدي. قال له انا عايز اشوف والدك. راح موديه لابوه. لما راح الملك لابو الشاب ده لقاه راجل صياد وعنده اطفال كتير. فسأله الملك هو الشاب ده ابنك؟ قال له لا ده انا كنت بصطاد وشفت الطفل ده في قلب البحر فاخدته وربيته وسط عيالي وعلمته لحد ما كبر زي ما جلالتك شايف. راح قايل الملك للشاب ايه رأيك تشتغل في القصر بمرتب كبير؟ الشاب رحب جدا بكلام الملك اداله الجواب مختوم، وقال له روح للقصر وادي الجواب ده للملكة، وهي هتخليك في المكانة اللي انت تستحقها. لكن للأسف الملك كان كاتب للملكة انها تموت الشاب ده بمجرد ما يديلها الجواب. وبالفعل راح الشاب للقصر وهو معرفش انه رايح للموت، ولكنه تعب فريح ظهره على جدران القصر فنام. في اللحظة دي بنت الملك فتحت الشباك فلقيت الشاب ده، فأعجبت بنت الملك بالشاب ده. نزلت بنت الملك علشان تتعرف على الشاب ده. قبل ما تصحيه شافت الرسالة ففتحتها وعرفت ان ابوها باعت الشاب ده على الموت، وكانت الأميرة بتعرف تقلد خط ابوها الملك كويس جدا. أخدت بنت الملك الرسالة وغيرت اللي مكتوب فيها وقفلت الرسالة زي ما كانت مقفولة بالظبط ومشيت. صحي الشاب وقال للحرس انه معاه رسالة من الملك وانه لازم يسلمها للملكة يدا بيد. وبالفعل دخلوه للملكة. الملكة بدأت تقرأ الرسالة وقالت في نفسها ازاي الملك عايز يجوز بنته بالشاب ده. ايوه، بنت الملك كتبت على لسان ابوها للملكة انه اول لما يجي الشاب ده للقصر وتشوف الرسالة تجوزيه بنتنا. الملكة لما اتكلمت مع الشاب لقيت ان الشاب ده اسلوبه جميل وذكي. قالت له مش هينفع تتجوز بالاميرة غير لما نسألها الاول، وبعتت للاميرة وسألتها والاميرة وافقت. وبالفعل اتجوز ابن الفلاح البسيط من بنت الملك. رجع الملك من السفر لقى بنته والشاب متجوزين. اتضايق الملك وقال للملكة مين اللي جوز الشاب ده بالأميرة؟ قالت له احنا عملنا اللي انت أمرت بيه في الجواب اللي بعته مع الشاب. فبص على الجواب واستغرب من تغيير محتوى الرسالة، فقال الوزير للملك ما تحاولش تمنع قدر ربنا، لأن اللي مكتوب على الجبين لازم هتشوفه العين.
خلاصة الكلام، القدر ساعات كتير بيحطنا في مواقف مش حابينها، لكن الجدع اللي يرضى بقدر ربنا ويوقن ان اختيار ربنا دايما هو الافضل ليه حتى لو ما كانش على هوانا. ارضوا بقدركم، ربنا هيرضيكم. سلام.